السلام عليكم. نبتدي النهاردة نقول أول أمثلة للأدوية اللي هي ممكن تزود الكيو تي انترفال أو تعمل برولونجيشن للكيو تي وتعمل إغماء وتعمل عدم انتظام في ضربات القلب أو خفقان في ضربات القلب أو سكتة قلبية. الأدوية دي زي بعض المضادات الحيوية الشهيرة اللي منتشرة في الشتاء الأيام دي بتتاخد، زي الأزيثروميسين اللي هو موجود في الزيثروماكس، أو الكلاريثروميسين اللي موجود في الكلاسيد، أو الإريثروميسين، أو التافانيك اللي هو الليفوفلوكساسين، أو السيبروفلوكساسين، أو الموكسيفلوكساسين. الأدوية دي بتزود الكيو تي. طب إيه تاني معاها ممكن يزود؟ الأوندالينز بتاع الترجيع، الاوندالينز اللي هي اللزقات اللي بتاخد بتاع الترجيع، او الحقن اسمها دانست او اسمها زفران. الحاجه اللي فيها اوندانسترون دي بتزود الكيو تي انترفال، فما ينفعش يتاخدوا مع بعض. فخلي بالك لو بتاخد اي مضاد حيوي من الحاجات دي وعندك ترجيع، ما ينفعش تاخد اللزقه او الحقن بتاعه الترجيع اللي فيها اوندانسترون، علشان ما يزيدش الكيو تي انترفال. وكمان الترجيع بيبقى فيه الالكترولايت متأثرة، فبالتالي لو خدت الاوندانسترون مع موضوع الالكترولايت انها قليله، الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم قليلين، وكمان تاخد مضاد حيوي من اللي انا قلت عليهم دول، انت بنسبه كبيره عرضه للاثار الجانبيه دي، سواء اغماء او خفقان في القلب او سكته قلبيه. سلام عليكم.